السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي طلاب تانية إعدادي. عاملين إيه يا شباب؟ وحشتونا جدا جدا جدا. النهاردة بدايتنا مش بداية المنهج، النهاردة عندنا المحاضرة التأسيسية بتاعتنا في الألجبرا اللي هنقدر نكمل عليها المنهج بتاعنا. المحاضرة بتاعت النهاردة مش في المنهج بس هتمهد لنا للمنهج. هنراجع النهاردة على الألجبرا، مش هراجع أي حاجة في الجيومتري، لما يجي وقت الجيومتري نبقى نراجع عليه بقى ساعتها. تمام؟ المحاضرة دي مهمة جدا، صغيرة جدا، مش تاخد في ايدينا وقت، بس ركز فيها. براجع على شوية تفاصيل على خفيف منه عشان خاطر لما تيجي بعد كده تدخل في المنهج تبقى فاهم انت بتعمل ايه. اتفقنا؟ طيب، اول حاجة النهاردة انا هتكلم عنها او هراجع عنها في المنهج بتاعنا وهي السيتس. طيب، انت فاكر السيتس اللي حضرتك درستها في بريب 1؟ فاكرها، اللي هي كانت مين؟ اول ست حضرتك درستها، اول ست هي كانت الكاونتنج نمبر. هو انا لما كنت بقول لك عد لي الناس اللي قاعده في الاوضه حواليك كنت بتعمل ايه؟ تقول لي 1 2 3 4 5. لما جيت بدات تعمل كاونت بدات من عند مين؟ من عند ال1. يبقى اول ست سيادتك درستها وهي كانت بالنسبه لنا مين؟ وهي كانت بالنسبه لنا هنا الكاونتنج نمبر. يبقى اول حاجه عندك وهي مين يا عمنا؟ الكاونتنج نمبر. الكاونتنج نمبر دايما بقول لكم ان الكاونتنج نمبر ملهاش سيمبل. يعني الكاونتنج نمبر بالنسبه لي هي الست اللي بتكون مالها، اللي بتكون ارقامها 1 و2 و3 و4 و5 اند سو اون. ودايما بقول لحضرتك ان ملهاش سيمبل. في ناس بتقول لك ان هي سيمبل سي، بس لما حضرتك هتطلع في ثانوي هتعرف ان السي ده بتاع حاجه تانية، فسيبك منه اصلا. كلام جميل. جينا بعد كده كبرنا شوية، لما كبرنا شوية زودنا الزيرو والوان والتو والثري وشوية الأرقام اللي كلنا نعرفهم من واحنا عيال في كي جي. دي أرقام سميناها عندنا وهي مين؟ الناتشرال نمبر. تاني حاجة بالنسبة لي خدناها وهي كانت مين يا باشا؟ الناتشرال نمبر. حلو قوي. جينا بعد الناتشرال نمبر خدنا حاجة تالتة، بس الناتشرال نمبر هنا كانت مين؟ 0 وبعد كده 1 و2 و3 و4 اند مين؟ اند سو اون، وخلصت على كده. جينا بعد كده لتالت واحدة، ودي من الحاجات المهمة. لما كبرنا في برايمري 6 قال لك بص يا عم، انت عندك في حاجة اسمها ارقام نيجاتيف وفي حاجة اسمها ارقام بوزيتيف، اللي هي below the zero وابر ذا زيرو. لما كنت بقول درجة الحرارة النهاردة 10 ديجري بلو زيرو، يعني بدل ما اقول 10 ديجري تحت الصفر كنت بقول نيجاتيف 10. فكان ظهر عندي حاجه اسمها مين؟ خلي بالك الناتشرال كنا بنديها سيمبل مين؟ ان. طب بعد كده جينا خدنا حاجه اسمها مين؟ الانتجر نمبر. طب مالها بقى الانتجر نمبر دي؟ الانتجر نمبر دي بالنسبه لي اللي هي تعتبر بتضم لي مين؟ بتضم لي الزيرو، كده هو الاساس، وبتضم لي الارقام البوزيتيف 1 و2 اند سو اون، وبتضم لي الارقام النيجاتيف نيجاتيف 1 ونيجاتيف 2 اند سو اون. شكرا على كده. والانتجر نمبر السيمبل بتاعها مين؟ زد. السيمبل بتاعها مين يا عمنا؟ زد. اتفقنا. حد عنده مشكله؟ لدرجه ان انا كنت باجي اقول لحضرتك دول بيتقال عليهم زد بوزيتيف، ودول كنت بقول لك بيتقال عليهم زد مين؟ زد نيجاتيف. صح ولا لا؟ طيب، كلام جميل. جينا بعد كده قال لك نمبر 4 قصدي في السيتس، اللي هي رابع حاجه واحنا خدناها مع بعض وهي كانت مين؟ الراشونال نمبر. راشونال نمبر. ايه الراشونال نمبر دي بقى؟ الراشونال نمبر دي وكانت طولنا فيها شويه في اولى اعدادي، والموضوع كبر ووسع مننا في اولى اعدادي لما كنت بقول لسيادتك ان الراشونال نمبر دي هي الكيو. كنت بقول لحضرتك ان اي حاجه اقدر اكتبها على شكل فراكشن يتقال عليها راشنال. عشان كده ما كانتش ارقام، دي كانت ليها ديفينيشن A over B، والاي والبي بيلونج تو مين؟ بيلونج تو زد، والبي نوت ايكوال زيرو. الله عليك الله عليك. A over B والاي والبي بيلونج تو زد والبي نوت ايكوال مين؟ نوت ايكوال زيرو. يعني مقصد الكلام ده ايه؟ مقصد الكلام دوت ان عندك حاجه رقم زي الثري، فيجي حد يرد عليا اقول له سؤال، هو الثري دوت اتولد جوه مين؟ الثري ده اتولد جوه الكاونتنج. مولود هو الثري موجود في الكاونتنج، موجود في الناتشرال،
موجود في الانتجر، موجود في الراشنال، بس اتولد جوه مين؟ جوه الكاونتنج. هل ال3 دوت يتقال عليه راشنال؟ حد يقول لي يا مستر ده ما اتكتبش على شكل فراكشن، اقول له اه ينفع، اقول له اه اكنه اوفر 1، ما هي 3 اوفر 1 دي فراكشن، يبقى ده راشنال، صح؟ طب حاجه تانية، لما اجي اقول لحضرتك 20 مين 20%، طب ما اكنها 20 اوفر 100، فده يتقال عليها راشنال. لما اجي اقول لحضرتك 2 and 1 over 3، ما هو لو انا حولتها تنزل ال3 زي ما هي، مش ده ميكسد نمبر؟ هو انا لما كنت بحول من ميكسد لامبروبر كنت بعمل ايه؟ رجله في ايده بلس راسه، ده باي ده بلس ده، 3 باي 2 بكام؟ 6، 6 بلس 1 7، اتحول لفراكشن. يبقى كل الكلام ده يتقال عليه راشنال ولا لا؟ يبقى تاني، اي انتجر، اي ناتشرال، اي كاونتنج، اي كاونتنج، اي ناتشرال، اي انتجر، اي حد من الثلاثه دول يتقال عليه راشنال. حلو. اي برسنتج يتقال عليه راشنال، اي ميكسد يتقال عليه راشنال، صح ولا لا؟ خلصنا من الكلام ده وافتكرناه مع بعض، لدرجه ان انا كنت بقول لحضرتك تعالى كده بالراحه، كنت بقول لك عندك الست الكبيره الام. مين كانت الام بالنسبه لي لحد اولى اعدادي؟ كانت الكيو اللي هي الراشونال. لما كبرنا شويه بقت مين اللي جواها؟ الزد. مين اللي جواها؟ الان. مين اللي جواها؟ الكاونتنج. الكاونتنج، صح ولا لا؟ يبقى الموضوع بالنسبه لي مين جوه مين. يبقى معنى كده اقدر اقول لحضرتك ان الكاونتنج مالها؟ ان الكاونتنج سبست. سبست من مين؟ سبست من الان، والان سبست من مين؟ سبست من الزد، والزد سبست من مين؟ سبست من الكيو. يعني ايه سبست؟ يعني جواها. الطبق الاكل جوه الطبق، والطبق جوه الصينيه، صح ولا لا؟ فده جوه ده جوه ده. يعني الكاونتنج جوه الان، والان جوه الزد، والزد جوه الكيو. شكرا. يعني مين كان بالنسبه لي لحد اولى اعدادي اكبر حاجه؟ هي الكيو. السنه دي والدرس الجاي اول درس في المنهج عندنا هنبتدي التفاصيل دي تزيد عندنا اكتر، بس مش دلوقتي. نيجي بعد كده لمين؟ نعرف دول. هو النيجاتيف ده رقم ديسيمال، هو الديسيمال جوه مين؟ الديسيمال ده قادر اخليه على شكل فراكشن ولا لا؟ هيبقى نيجاتيف هاف. ادام قدرت اكتبه على شكل فراكشن يبقى جوه مين؟ جوه الراشونال. تبع مين؟ تبع الراشونال، تبع الكيو، صح ولا لا؟ طب النيجاتيف 5 اول حاجه اتولدت جواها مين؟ هي مش موجوده في الكاونتنج لان ما جواهاش نيجاتيف، والناتشر ما جواهاش نيجاتيف، يبقى معنى كده مين؟ الانتجر اللي هي الزد. طب الديسيمال تبع الكيو، اي ديسيمال تبع الكيو. اي ديسيمال تبع مين؟ تبع الكيو. الميكسد برضو تبع الكيو لان الميكسد موجود جوه الكيو. طب 7 على 7 3 ارباعنا هيتخدع ويقول لي ان ال 7 اوفر 7 دي اتولدت في الكيو، اقول له تبقى انت حمار. ليه؟ لان 7 اوفر 7 دي ب1. ال1 دي جوه مين؟ جوه مين؟ الكاونتنج. جوه مين؟ اتولدت في الكاونتنج. طب سؤال تاني، لو انا سالتك الزيرو، سؤال تاني لو انا سالتك على الزيرو قلت لك اتولد جوه مين؟ هو مين اول ست ظهر جواها الزيرو؟ الناتشرال، يبقى جوه الان. فهمت قصدي ولا لا؟ طيب كلام جميل ومحترم. نيجي اللي بعده. قال لي بيلونج ونوت بيلونج. فاكر علامه البيلونج اللي هي حرف الاي، وعلامه النوت بيلونج اللي هي حرف الاي بس عليها زي كده شرطه؟ طب وسبست ونوت سبست؟ سبست حرف السي، نوت سبست حرف السي بس عليها شرطه. هو انا امتى بستخدم بيلونج ونوت بيلونج، وامتى بستخدم سبست ونوت سبست؟ بيلونج ونوت بيلونج مع الارقام، سبست ونوت سبست مع الست، جايه حتى من اسمها. سبست يعني ست، سبست يعني ست، ونوت سبست يعني ست. حلو. نيجي بقى للكلام. هل النيجاتيف 3 اوفر 7 الفراكشن ده موجود في الانتجر؟ لا، يبقى نوت بيلونج. فاكرين الكلام ده ولا لا؟ الرقم ده فراكشن، هل الانتجر جواه فراكشن؟ يبقى نوت بيلونج. طب النيجاتيف 5 ده رقم نيجاتيف، ده رقم نيجاتيف، ده رقم نيجاتيف، هل يا عمنا موجود في الكاونتنج؟ تيجي تبص لا، الكاونت جواه 1 2 3 اند سو اون، يبقى دوت برضه نوت بيلونج. هل الزيرو موجود في الناتشرال؟ طبعا موجود، يبقى بيلونج. هل الزيرو موجود في الراشنال؟ طبعا موجود لان الزيرو يعتبر اكنه اوفر مين؟ 1، فقدرت اكتبه في صوره فراكشن ولا لا؟ يبقى دوت برضه بيلونج. نيجي الناحيه دي، بيقول لك ذا سيت اوف انتجرز. هل الانتجر جوه الكاونتنج؟ انا عندي كاونتنج ثم ناتشرال ثم انتجر.
هل الانتجر بقى جوه الكاونتنج؟ اكيد طبعا لا، فبالتالي نوت مين؟ نوت سبست. طب هل الناتشرال جوه الانتجر اللي اكبر منها؟ سبست. طب هل الكاونتنج جوه الراشنال؟ ما هي الراشنال الكبيره جدا جواها كل حاجه، فدي سبست. طب هل الراشنال جوه الكاونتنج العكس؟ لا طبعا نوت سبست. الكاونتنج اللي هي السي هل موجوده في زد؟ الكاونتنج اصغر واحده موجوده جوه اي حد، يعني سبست. طب الكيو موجوده جوه الان؟ الكيو اللي هي الراشنال، الكيو كبيره جدا، هل تبقى موجوده جوه الصغيره؟ يبقى لا مش موجوده جوه الان، نوت سبست. فكر كده بالعقل، هل الكيو دي كلها جوه الان؟ مستحيل. طب هل الان جوه السي؟ الان اكبر من السي، هل الان الكبيره جوه السي؟ هل الكبير جوه الصغير؟ مستحيل، يبقى برضه نوت مين؟ نوت سبست. فهمنا يعني ايه الكلام ده؟ افتكرنا السيتس، افتكرنا بيلونج ونوت بيلونج وسبست ونوت سبست. خليك فاكرهم لانك اول درس في المنهج هتحتاج لكل الكلام ده. اول درس في المنهج هتلاقيني بعيد الكلام ده تاني بسرعه. اتفقنا؟ طيب كلام جميل جدا. نيجي اللي بعده. اللي بعده بيفكرني بحاجتين مهمين ودايما بنقع فيهم. ايه الفرق ما بين الاديتيف انفرس والمالتيبليكيتيف انفرس او الريسيبريكال؟ هو الاسم المشهور اكتر مالتيبليكيتيف. الاديتيف انفرس اصلا بالنسبه لي ان انا بغير اشاره. يعني لما اقول لك اديتيف انفرس لل3 هتقول لي نيجاتيف 3. طب لما اقول لك اديتيف انفرس للنيجاتيف 4 حضرتك هتيجي تقول لي 4. طب لما اقول لك اديتيف انفرس للزيرو، هو الزيرو ولا رقم بوزيتيف ولا هو نيجاتيف، فالاديتيف انفرس للزيرو يفضل زيرو. طب لما اقول لك اديتيف انفرس للنيجاتيف هاف، عادي يا عم هتبقى هاف، ما فيهاش اي مشكله. يبقى الاديتيف انفرس البوزيتيف بخليه نيجاتيف والنيجاتيف بخليه ايه؟ بوزيتيف. طب تعالى اللي بعده. المالتيبليكيتيف لا مش كده. المالتيبليكيتيف انفرس لو انا عندي حاجه زي 2 على 3، المالتيبليكيتيف انفرس ان انا اعمل لها فليب. اعمل لها ايه؟ فليب، فتبقى 3 على 2. حلو. طب لما اقول لك حاجه زي نيجاتيف 5، ايه ده يا مستر؟ طب وهو انا ازاي دي اعمل لها فليب؟ قال لك انت اعتبر دي اكنها اوفر كام؟ اكنها اوفر 1. فلما تيجي سيادتك تعمل لها فليب هتشقلبها فتبقى 1 على نيجاتيف 5. عندي ملحوظه مهمه، اتكتبت 1 على نيجاتيف 5 او اتكتبت نيجاتيف 1 على 5 او اتكتبت نيجاتيف 1 على 5، اي شكل من الثلاث اشكال اللي قدام عينك دول الثلاثه صح. النيجاتيف تحت او في الجنب او فوق الثلاثه نفس الشكل، الثلاثه نفس الاجابه. تمام جدا. نيجي اللي بعده. ايه هو؟ لما اجي اسال سؤال حاجه زي مثلا مين؟ الزيرو. هو المالتيبليكيتيف انفرس للزيرو ايه؟ الزيرو ده اكنه اوفر مين يا مستر؟ اوفر 1. فلما اجي اشقلبه يبقى 1 اوفر 0. ايه ده؟ هو ده ينفع؟ ما ينفعش، يبقى نو ريسيبريكال او نو مالتيبليكيتيف انفرس. يبقى الزيرو ولا ليه ريسيبريكال ولا ليه مالتيبليكيتيف انفرس اصلا. اتفقنا؟ طب لو انا جيت قلت لك حاجه زي 2 اند 1 على 3 ميكسد، 3/4 انا في الميكسد نمبر لما اجي اطلب منه المالتيبليكيتيف انفرس هيشقلب ده على طول. 3/4 انا في الميكسد نمبر لما اجي اطلب مالتيبليكيتيف انفرس هيشقلب ده. ما يعرفش انه لازم يحول ده لفراكشن الاول. يعني نازل ال 3 باي 2، 3 باي 2 بكام؟ ب 6 صح؟ بلس ال 1 7، دي 7 على 3 شقلبها تبقى 3 على 7. كده انت صح. لكن حضرتك لو شقلبت على طول مش هتديك اي حاجه اصلا، مش هتديك اجابه غلط. اتفقنا؟ يبقى الريسيبريكال او المالتيبليكيتيف انفرس لازم تكون الحاجه في صوره فراكشن عشان اقدر اقلبها. لازم تكون الحاجه في صوره فراكشن عشان اقدر اقلبها. اتفقنا؟ طيب حلو قوي. نيجي اللي بعده. قال لك solving equation and inequality. هو ايه الفرق ما بين الايكويشن وما بين الانيكواليتي؟ قال لي الايكويشن اللي بيكون فيها جريتر ذان معلش اللي بيكون فيها ايكوال، اللي بيكون فيها مين؟ ايكوال. لكن يا عم الانيكواليتي اللي بيكون فيها مين؟ جريتر ذان، للذان، جريتر ذان اور ايكوال، للذان اور ايكوال. كل دول بالنسبه لي مين؟ انيكواليتي. طب ماشي. زي ايه؟ زي لما اجي اقول لسيادتك 2x بلس ال 5 جريتر ذان ايكوال مين؟ ايكوال مثلا حاجه زي 9 مثلا. طب كلام جميل. لما اجي اقول لك 2x بلس ال 5 برضو جريتر ذان بقى المره دي 9، ايه الفرق بين الاثنين دول؟ عادي مفيش فرق. لما اجي اقول لك انا عايز احل دي ان زد في الانتجرز واجي اقول لك انا عايز احل دي ان زد، تيجي نجرب نفس المساله.
بس الفرق ان هنا دي ايكويشن ودي انيكواليتي. في الايكويشن عادي انا بودي البلس الناحيه الثانيه بالايه؟ بالماينس، فتبقى 2x ايكوال مين؟ 9 ماينس 5، فتبقى 2x ايكوال مين؟ 2x ايكوال 4. ودي 2 بالديفايدد يبقى الاكس بكام؟ يبقى الاكس معنى كده طلعت ب 2، فانا جبتها ب 2. يبقى السوليوشن سيت بتاعتك كام عندك هنا؟ هي 2. شكرا على كده، كده انت طلعت اجابه واحده صح. لكن تعالى هنا ودي ال 5 الناحيه الثانيه بالماينس، يبقى معنى الكلام 2x greater than 9 minus 5 تطلع ب 4. ودي 2 بالديفايدد يبقى الاكس greater than 2. هو مين الارقام اللي اكبر من ال 2 x greater than 2؟ يعني ارقام اكبر من ال 2. مين الارقام اللي اكبر من ال 2 موجوده في الزد؟ قال لي تعالى كده موجوده في الزد واكبر من ال 2. عندك 3 وعندك 4 وعندك 5 وعندك 6 و7 و8 و9 و10 واند سو اون. شكرا. ايه ده؟ الموضوع طلع بسيط، الموضوع طلع سهل، صح ولا لا؟ يبقى الفرق ايه هو بقى؟ ان الايكويشن فيها ايكوال، الانيكواليتي فيها جريتر ذان وليس ذان وجريتر ذان وايكوال ليس ذان ايكوال. الايكويشن بتطلع لي اجابه واحده بس، الانيكواليتي بتطلع لي عدد ما بيخلصش من الاجابات. دي infinite number of solutions ودي one solutions. الايكويشن وارد تطلع لي two solutions، وهقول لك امتى في حاله واحده بس. شايف الكلام ده؟ حلو اتفهم؟ امتى بقى في هنا في حته زي دي امتى الايكويشن تطلع لي تو سوليوشنز؟ لما اجي اقول لك اكس باور 2 ايكوال 4، اقول لك حل لي دي. هو انا دايما بقول علشان اخلص من الباور 2 مين عدو الباور 2؟ السكوير روت. ومين عدو الباور 3؟ كيوبيك روت. طب انا عشان اعمل ده اخد سكوير روت لده وسكوير روت لده، فالاكس تطلع لو كتبت على الاله سكوير روت لل4 هتديني 2. حضرتك لو طلعت الاجابه 2 انت غلط. من اولى اعدادي وانا بقول لما تيجي تحل ايكويشن، لما تيجي تحل حاجه فيها سكوير روت، ادام خدت سكوير روت للطرفين يبقى بوزيتيف اور نيجاتيف. ادام خدت سكوير روت للطرفين يبقى الاجابه اللي بتطلع بوزيتيف اور نيجاتيف، عشان كده دي بتطلع لي اجابتين. لكن الكيوبيك روت بيطلع لي اجابه واحده. الكيوبيك روت بيطلع لي اجابه واحده. تمام، حلو قوي. انا بفكركم بالكلام كله سريعا. نيجي لدي، ايه ده؟ ده كيوبيك روت للاكس ايكوال نيجاتيف سكوير روت للفور. طب انا اعمل فيها ايه دي يا مستر؟ عادي يا عم. مين عدو الكيوبيك روت؟ الباور 3 لده والباور 3 لده. الباور 3 والكيوبيك روت هيطيروا بعض فتبقى اكس ايكوال. حضرتك فكر كده تعمل ايه؟ تجري على الكالكوليتر وتمسك الكالكوليتر بتاعتك تعمل بيها ايه؟ تحط دي على الكالكوليتر، افتح براكت واكتب نيجاتيف سكوير روت للفور واخرج براها. حلو، اخرج براها اهي، واعمل في البراكت واعمل عليها باور 3. تطلع بكام؟ بنيجاتيف 8. يبقى الاكس طلعت معاك بنيجاتيف 8. شكرا، الموضوع سهل. ادام عندك كيوبيك روت يبقى باور 3 الطرفين. طب لو عندك باور 3 يبقى اعمل كيوبيك روت لده واعمل كيوبيك روت لمين؟ لده. الباور 3 والكيوبيك روت يطيروا بعض يبقى الاكس ايكوال، حط كيوبيك روت للنيجاتيف 125 تطلع بنيجاتيف 5، يبقى الاجابه بنيجاتيف 5. شكرا. تمام؟ طب غيره 8x باور 3 ماينس 15 ايكوال 49. ودي ال 15 الناحيه الثانيه بالايه؟ بعكس الاشاره. طب ماشي، يبقى ال 8x باور 3 ايكوال مين؟ 49 بلس 15 هتطلع معاك بكام؟ ب 64. طب كلام جميل. ال 8 دي بالباي وديها بالديفايدد. خلاص احنا ناس كبار بنعرف نحل ايكويشن بقى، مش مستاهله. يبقى x باور 3 ايكوال مين؟ 64 ديفايدد 8 ب 8. تمام؟ طب وبعدين دي باور 3 يا عمنا تعمل ايه؟ كيوبيك روت لده والكيوبيك روت لمين؟ لده. الكيوبيك روت الاكس بتطلع بقيمه واحده بس عادي 2. شكرا على كده. لكن لو سكوير روت يبقى بوزيتيف اور نيجاتيف. تعالى اهي دي اكس باور 3 بلس 5. اسئله سهله لذيذه. انا بس كل اللي انا بعمله ايه؟ بفكرك بنعيد اللي الاجازه بوظته، بنرجع اللي الاجازه دمرته حضرتك. اتفقنا؟ طيب الناس اللي كانت بتدلع في اولى ما فيهاش دلع، انسى، كفايه كده بقى. كفايه، لان تانية اعدادي مرحله مهمه وتقيله وفيها شغل. واسال اي حد، اسال صحابك اللي اكبر منك، مش عايز ناس بتدلع. تمام؟ طيب نيجي اللي بعده. دي بلس وديها الناحيه الثانيه بالايه؟ بالماينس. يبقى اكس باور 3 ايكوال نيجاتيف 2 نيجاتيف 22 صح؟
ماينس مين؟ ال5. يبقى الاكس باور 3 ايكوال كام؟ نيجاتيف 27. خد كيوبيك روت لده وخد كيوبيك روت لده، فالاكس تطلع نيجاتيف 3. كده انا حليت الايكويشن. افتكرنا بنحل الايكويشن ازاي؟ اه افتكرت، تمام. دول برضو باور 3، وادي دي الناحيه الثانيه بالماينس برضو، يبقى اكس باور 3 ايكوال نيجاتيف 27. تمام، ايكوال نيجاتيف مين؟ 27. برضو علشان اخلص من الباور 3 يبقى كيوبيك روت لده وكيوبيك روت لده، يبقى الاكس ايكوال نيجاتيف 3. شكرا. تعالى بقى هنا، المسألة دي حلوة أوي 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 أوي، بحبها جدا. ليه؟ تافهة جدا وتلات أرباعنا بيغلط فيها. ليه؟ ألاقي حد شاطر والله يقوم واخد الثري دي يوديها الناحية التانية بالماينس. يا مستر أنت مش دايما بتقول لي ودي البلس أو الماينس الأول؟ ده لما يكون بلس أو الماينس ده حاجة حرة مش محشورة جوه براكت، صح ولا لأ؟ فبالتالي تعمل إيه؟ ودي الثري الناحية التانية بالماينس، يبقى الاكس استنى يبقى عامل كده بقى خلاص. ده كده غلط، ده كده واحد ايه؟ متخلف. طب انا اعمل ايه بقى؟ مين اللي مضايقك هنا في المساله؟ مين اللي مضايقك؟ الباور 3 اللي فوق دوت. طب اعمل ايه؟ اعمل له كيوبيك روت لده وكيوبيك روت لمين؟ لده. ايه ده؟ فتبقى الكيوبيك روت والباور 3 طيروا بعض، فيبقى لك اكس بلس 3. طب وبعدين تجري زي الشاطر تقوم كاتبها على الاله، تمام؟ تعمل ايه؟ شيفت سكوير روت لل 343. اجابتك 7، يبقى الاجابه طالعه لك 7. ودي ال 3 الناحيه الثانيه بالماينس، يبقى 7 ماينس 3، يبقى الاكس اجابه بكام؟ ب 4. اتفقنا؟ طيب كلام محترم، كلام جميل جدا. اجي اتكلم عن اخر حاجه في المراجعه، ودي مهمة جدا 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 فوق ما تتخيل. طيب تعالوا مع بعض كده ونفتكرها. فاكر حضرتك المالتبلاينج بتاع الترم والاكسبريشن؟ هو كان ايه الفرق ما بينهم اصلا؟ لما اجي اقول 2x ده كده كنا بنسميه ترم، لكن لما اقول لك 2x بلس 3y مثلا، ادام في بلس وماينس كنا بنسميه اكسبريشن، لكن ده كده كنا بنسميه ترم. اولا كده بسم الله الرحمن الرحيم، كده انا الاول عرفت الفرق ما بين الترم او افتكرت الفرق ما بين الترم والاكسبريشن. الترم بيكون بالك كده على بعضه، ال2 اكس دي ترم، ال2 اكس دي ترم، ال3 واي دي ترم، لكن كل ده على بعضه فيه بلس وماينس يبقى ده اكسبريشن. حلو. لما كنت اجي اقول لحضرتك اكس وافتح براكت واقول لك 2 اكس بلس 5 واقول لك ممكن تفك لي دي، كنت بقول لك بنعملها بطريقه مين في اولى اعدادي؟ ايوه جدع، هو الناس اللي كانت معايا فاكراها، الشنب. بنعمل ايه؟ بنعمل شنب ازاي؟ هنا اكن في 1، يلا نعمل الشنب. ناخد ال1 اكس اللي هي اللي بره تدخل مره على ده ومره على ده، كونا الشنب بتاعنا. فنعمل ايه؟ 1 باي 2 ب 2، اكس باي اكس، اكس باي اكس بيزيدوا على بعض يبقى اكس باور 2. بعد كده نزل بلس 1 باي 5 5، اكس باي مفيش تنزل زي ما هي. معلش واحده تانية كده سريعا. لما اجي اقول لحضرتك 3 اكس، ماشي دي مساله اهي، ومساله تانية 3 اكس وافتح براكت واقول لك 2 اكس باور 2 بلس 5 اكس، ماشي، بلس مين؟ 2، وانزل يلا حل. تعمل ايه؟ اعمل شنب. ادي الشنب ده يروح مره ومره ومره. تعمل ايه؟ 3 باي 2 6 اكس، وحط معاه اكس باور 2 بقت 3، بقت اكس باور 3. كلام جميل. 3 باي 5 15، كلام زي الفل. اكس واكس يبقى اكس باور 2. بعد كده 3 باي 2 ب 6 واكس يبقى 6 اكس. شكرا، بس ده اللي انا عايزه منك. طب انت لو عندك بقى سؤال تالت زي ده، طب لو اكسبريشن اكس بلس 5 ماشي واكس بلس 2، هلاقي الناس الشاطره جري تقول لي يا مستر ادم 2 براكتين، 2 براكت شنب ودقن، مش شنب بس. هنا كنا بنعملها بالشنب، هنا بقى عندنا شنب ودقن. يلا يا عم يا بتاع الشنب والدقن، اكس باي اكس، اكس باور مين؟ باور 2، اكس باي 2 ادي 2 اكس. كده الشنب بتاعنا خلص. شكرا. نيجي بقى للدقن، يلا يلا.
5 باي اكس 5x 5 باي اكس 5x 5 باي 2 ب 10. هنا بقى بيظهر لي مشكله صغيره، ايه هي؟ ان ال 2x وال 5x هما الاثنين لايك ترم، فلازم يتعملوا بلس، فلما يتعملوا بلس يبقى 7x، يبقى x باور 2 بلس مين؟ 7x بلس مين؟ بلس 10. ايه ده؟ كده انا عملتها in the simplest مين؟ form. كلام جميل كده. اقدر اقول لكم ان انا راجعت الجزء اللي انا عايزه. اي حاجه تانية في المراجعه انا محتاجها هراجعها اثناء فيديو الشرح اللي هينزل لكم. لو في اجزاء تانية انا محتاجها هراجعها، بس انا حبيت اراجع دول اننا نفتكر شويه من المنهج مع بعض القديم عشان اللي اتمسح من مخنا. تمام؟ يا ريت نراجع ده كويس، وانتظروا الفيديو الجاي لاول فيديو في المنهج، واشوفكم الحصه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.